عايزة افرح ببنتي. لسه بدري. عايز اجوز ابني. لسه بدري. عايزة اجوز بنتي وابني. لسه بدري. بابا لسه بدري. لسه بدري تمثيلية كتبها نعمان عاشور ويخرجها لكم السيد بدير. ياللي هنا، ياللي عايشين معانا، عاوز ايه يا ابو سمير؟ عاوز ايه؟ هاتولي اشرب ميه ميه، الاكل واقف في زوري، اسقيني عاوز اشرب. ابو سمير اسم الله عليك، امال ايه اللي قدام صوابعك؟ الله، دي كوبايه الميه لكن فاضيه. لا والله فيها شويه ميه. حتى مش شايف الميه كمان؟ طب اشرب وانت ساكت بقى. إيه؟ اشرب وانت ساكت احسن لك. ايه، ما انا شارب المر من زمان. بتقول ايه؟ شارب المر؟ بقى هو علشان جيت يوم لقيتني مش طبخه تبقى خلاص الدنيا فرغت؟ ابو سمير انت في حاجه تعباك في المصلحه؟ يا ستي ربنا يهديكي، خلينا اكل اللقمه براحه. يا ناس، حتى الاكل الواحد مش قادر ياكله، لا اكل ولا شرب ولا نوم ولا راحه. كل وانت ساكت احسن لك يا عبد السلام، كل وانت ساكت. اكل ايه يا ست انيسه؟ اكل ايه يا ام سمير؟ انت عارفه اني بحب العدس، عارفه اني بطيء الجبنه، عارفه اني بقدر على الزيتون. يا اخويا وانا هعمل ايه؟ والنبي كنت عاوزه اطبخ وشاريه خضار من بدري، وانا عارفه انك واخد شربه امبارح، والنبي وحياتك كنت هطبخ. طب وايه اللي حاشك؟ ايه اللي منعك؟ اللهم اجعله خير يا رب. انت عارف يا ابو سمير الجماعه اللي ساكنين في اول الشارع، عيلة سي محمد عبد الرافع، مالهم؟ حصل لهم ايه؟ اشتروا اللحمه اللي في السوق كلها؟ يا اخويا ده ما كانش يوم الواحد يقدر يقضيه باي حاجه. تعرف من الساعه كام؟ من الساعه 9 الصبح يا ابو سمير جت الست الكبيره وبنتها عدلات وخلت العريس وياهم. عريس؟ عريس مين يا ام سمير؟ بنتك سعديه يا عبد السلام، جايين يخطبوها لابنهم وفيق. ايه؟ بنت سعديه اللي عندها 16 سنه تتجوز دلوقتي؟ ودي الطبخه الحلوه اللي انت موضبها لي؟ طبخه؟ انت بتقول ايه يا ابو سمير؟ بقى انا كنت هقدر اطبخ يوم خطوبه سعديه؟ اوام بقت خطوبه في ساعتها كده. هاتي هاتي ناوليني. عاوز ايه يا ابو سمير؟ اجيب ايه بس؟ ميه ميه، الاكل وقف في زوري تاني، اسقيني بسرعه عاوز اشرب. على مهلك على مهلك. على مهلك انت يا اختي. بقى عاوزه تجوزيها هي رخره وعندها 16 سنه؟ مش كفايه سمير واللي شفناه في جوازه سمير؟ دي بنتي يا ابو سمير، بنت ولها شأن تاني، حرام عليك. حرام عليك انت. هي دي الطبخه اللي انت محضرها لي؟ وايه ده كمان؟ الكارت بتاع العريس علشان تسأل عنه. طيب مش تستني اما اغسل ايدي؟ وريني يا اختي الكارت. هاتي. ايه ده يا ابو سمير؟ انت بتقطع الكارت بتاع عريس بنتك؟ حد في الدنيا يعمل كده؟ مش تسأل عليه؟ اسال عليه وهو عندي في المصلحه؟ يعني انت عارفه ولا كده؟ عارفه قوي، عارفه اكتر ما هو عارف نفسه. كويس. خالص خالص. تلميذ في سنه تانية في الحقوق، وموظف عندنا في الدرجه الثامنه، وسنه 18 سنه. 18 سنه. اسم النبي حرسه وضمنه. قولي ما كانش ينعز. اصغر من سمير بسنه. انت نسيتي لما جوزنا سمير وعنده 16 سنه؟ نسيتي يا ام سمير لما خليتيني اطلع له شهاده كذب واقدمها للمأذون؟ يعني ايه وانا قلت لهم انك هتوافق؟ رايح على فين؟ سيبيني سيبيني، حرام عليكي. اوافق يا انيسه؟ اتعلمي من الايام، اقعدي على رواقه كده وافتكري لما جوزنا سمير وعنده 16 سنه حصل ايه. افتكري يوميها كده، يوم ما رحتي تخطبي له امال وكانت معاكي اختك بردك. فاكره يا ام سمير لما فرحت بسمير؟ رايح فين؟ رايح فين يا عبد السلام؟ رايح انام. سيبيني، كفايه اللي جاني من جوازة ابنك وهو صغير، كفايه الطبخه اللي كلتها قبل ما تستوي. اوهم نسيتي كل حاجه، نسيتي اللي كان بيحصل، نسيتي يا ام سمير. ودي حاجة تتنسي؟ ده من تالت شهر على طول جاتني امال مرات ابني سمير، وكنت قاعدة برضو على الكنبة دي اللي مغيرهاش الزمن. أنا بدي أعرف يا ماما، إيه اللي مزعل عمي عبد السلام بس؟ لا عمره قعد معانا ولا عمره ضحك في وش سمير. هو يا بنتي طبعه كده، واصله زعلان من سهر سمير في القهاوي. طب وأنا ذنبي إيه بقى؟ ما أنا مش قادرة عليه زيكم. ده حتى بيفكر إننا نسكن لوحدنا، وقال لي ما تقوليش لحد. ايه؟ تسكنوا لوحدكم يا امال؟ ودي تحصل يا بنتي؟ ده معقول؟ وهو عمك عبد السلام يرضى ولا يوافق؟ مش يمكن يا ماما يكون زعلان علشان إحنا قاعدين معاكم. لا يا امال ابدا، حد يزعل لما ابنه يعيش معاه؟ ابدا يا بنتي ابدا، ولا تفكري في حاجات زي كده. والنبي يا ماما اوعي تقولي لسمير إن أنا قلت لك حاجة، اوعي يا ماما. نعم
نعم يا ست ام سمير، بتقولي يسكن لوحده علشان ما يرجع لهاش الا وش الصبح؟ اذا كان هو ساكن معانا بيرجع في نص الليل. مش لسه صغير يا ابو سمير؟ ولما هو لسه صغير كان بيتجوز ليه؟ هو لعب عيال يا انيسه؟ ما يقعدش مع الست بتاعته ليه؟ وراه ايه بره؟ جالك كلامي؟ ولسه يا ما هيحصل. ما فاتش شهرين واحنا في ثالث شهر. جالك كلامي يا ام سمير. عاوز افرح بابني، عاوز اتهنى بسمير. قصدك نسيبه يسكن لوحده؟ ذنبك على جنبك، انا اللي ما كنتش عاوز اسيبه يتجوز وهو لسه عيل. اللي انا بدي افهمه، انت قلت لام ايه بالظبط يا امال؟ ما قلتش حاجة يا سمير. يعني عرفت من نفسها اننا عاوزين نسكن لوحدنا؟ واحنا خلاص هنسكن لوحدنا. تفتكر لحد امتى هفضل طايق السجن اللي انا فيه وابويا عامل في البيت مدير زي ما يكون فاكر موظفين عنده في المصلحه؟ هو انا صغير؟ عاوزني اعمل ايه؟ امضي على ساعه الحضور والانصراف؟ ما انت بتتأخر كتير يا سمير. ايوه بتاخر دلوقتي، لكن لما اكون عايش لوحدي مش هتاخر. ايه اللي يخليني اقعد بره ما دام يبقى لي بيت لوحدي؟ مش ده الكلام اللي قالته ماما يوم كاتب الكتاب يا سمير؟ ايوه يا امان، لكن ابوك راح اتفق مع بابا وقال له يا اما يسكنوا عندك يا اما يسكنوا عندي، وطبعا ما كانش ممكن نعيش عندكم مع اخوكي حسين والست بتاعته. طب اهو حسين ما نقول اسكندرية الشهر الجاي يا سمير. مش ممكن يا امان، ما اقدرش اعيش لا مع اهلك ولا مع اهلي، لازم نعيش لوحدنا، لازم يكون لنا بيت. طب واحنا تعبانين في حاجة يا سمير؟ واحنا نقدر نعيش بعيد عنهم؟ ليه ما نقدرش يا ست امان؟ هو احنا صغيرين؟ ايوه صغيرين، في كل حاجة صغيرين. اهو ده كلام ابوك وابويا، اهو ده الكلام الفارغ اللي بينقطني. هذه الحكايه يا سيدي، مصمم انه لازم يسكن لوحده. ما هو كان لابد يا أستاذ عبد السلام إنهم يعيشوا لوحدهم في يوم من الأيام. وادي أنت بتساعد ابنك وأنا بساعد بنتي، لكن دي واحدة بقالها معاه سنتين، مش كده ولا إيه؟ تقريبا يا استاذ عبد الخالق هم سنتين، 6 اشهر عندي في البيت وحوالي 14 شهر هنا في الشقه دي لوحدهم. 14 و6 يبقوا 20 شهر. واحد متجوز بقاله 20 شهر ولا يقدرش إنه مسؤول؟ والله انا غلبت وغلب غلبي. انا هقول ايه؟ كنت عاوز اجوزه بعد 5 سنين، بعد 6 سنين، يكون بقى راجل ناضج وفاهم وراسي. لكن هعمل ايه يا استاذ عبد الخالق؟ البكري يا سيدي وامه عاوزه تفرح بيه. البكري. وتفتكر يا أستاذ عبد السلام أنا اللي كنت عاوز أجوز أمال وهي عمرها 16 سنة؟ ما هم حسين اللي كهربتني يميها. البنت لازم تتجوز، ما تضيعش الفرصة عليها، دي بنت مش ولد. أنت مش متذكر لما كلمتني عن سمير قلت لك أنا موافقك بس نستنى كام سنة؟ كنا هنعمل ايه يا استاذ عبد الخالق؟ واحدة عاوزة تفرح بابنها والتانية عاوزة تفرح ببنتها. وادي النتيجة، أهو كل واحد دلوقتي أصبح زعلان من التاني. لكن يا أستاذ عبد السلام ابنك غلطان، وابنك هو السبب بتصرفاته. انت هتقول لي يا استاذ عبد الخالق انا عارف ابني كويس وعارف طيشه، بس مش فاهم هو عمل ايه المرة دي بالظبط. شوف يا سيدي، حكاية التأخير وهي انتهت تقريبا، والبنت اتعودت على كل حال، لكن اللي طالع في مخه جديد. أقول لك إيه بس وأعد لك إيه؟ بيسيبها لوحدها برضك؟ يا ريت يا ريت حتى بيبات بره يا كمان. سلام، بيعمل ايه تاني؟ قول يا استاذ عبد الخالق قول. تقليعة غريبة يا سيدي، محدش من أهلها يزورها إلا بعد ما تستأذنه. يعني أنا ما أقدرش أجي عندها هنا إلا بعد موافقة سمير، وكذلك أمها وكذلك إخواتها كمان، وعمتها وخالاتها وعمامها وبقية قرايبها ما يزوروهاش أبدا في بيته. تعرف وحياتك أنا ما قدرت أجي النهاردة إلا بعد ما بعتنا الخدامة تستأذنه علشان أجي أقابلك هنا، وطبعا وافق ولا ما كنتش جيت. يا سلام، للدرجة دي يا استاذ عبد الخالق؟ وأكتر كمان يا عبد السلام. اسمع يا سيدي بقية التعليمات بتاعت ابنك سمير. هو الراجل وهو سيد البيت. إذا خلص السكر ولا السمن يفضل البيت فاضي لغاية آخر الشهر من غير سكر ولا سمن، وطبعا ما يطبخوش، وإن بعتنا للبنت حاجة يرجعها تاني ولا يرميها ما يخليهاش تقرب لها. ليه؟ علشان ايه؟ مش فاهم. أكتر من كده كمان، إن رجع وكان الطبيخ لسه على النار يخرج يتغدى بره، وإذا صحي من النوم العصر وكانت بتسمع الراديو يروح شايله ويقفل عليه الدولاب، وحاجات زي دي كتير، حاجات صغيرة ما أقدرش أحكيها لك. لكن ده ما كانش كده في الأول. ما هو علشان كان قاعد معاك يا عبد السلام، ما كانش حر في بيته زي ما بتقول، إنما دلوقتي هو حر يعمل زي ما يعجبه. إزاي بس يا أستاذ عبد الخالق إزاي؟ أنت مش مصدقني؟ أجيب لك أمال تحكي لك. 14 شهر على الحالة دي والبنت ساكتة وصبرة، وأخيرا وقعت بلسانها. أمال، تعالي يا أمال. نعم يا بابا.
تعالي يا بنتي، احكي لعمك على سمير ابنه. صحيح الكلام ده يا امال؟ صحيح يا عمي. ايوه يا عمي عبد السلام، يا ريتنا تننا عايشين معاكم. ما تعيطيش ما تعيطيش يا امال، حقك عليا. عيال، كلام عيال وشغل عيال، علشان فرحة ليلة واحدة يتعسونا ويتعسوا أولادهم سنين بحالها. الحق علينا يا عبد السلام، احنا اللي بنوافقهم ونجوزهم وهم طايشين. حق كله حصل وفاكراه زي ما يكون امبارح. وبعدين امال سابته وراحت لاهلها، وسمير رجع البيت وجالي لوحده. اوف، حاجه تجنن، حاجه تغيظ. يا ابني يا حبيبي بس